اطلب المولى تعالى ثم ساله يبقي الليل وقف يسوى قبايل النسيب اللي ينوم سني مجاله صامل الوقفة تكسب الجمايل فزعة اللي خاب ظنه في عياله ثم صوق مجبر الفعايل ينجلي همه ويبشر لاعتزاله دام وصل العلم شيال الثقايل فزعة اللي منعنا وقته عناله لازمه مقضي وصعباته سهايل وعشق ذاك لمن هذا مجاله من غلاها سوق جزلات المثايل هبته هبة ملك صاحب جلاله وفيه من وصف الشيوخ أهل الفضايل ولبته بالطيب ترقى كل طالع يا لبما هد وافين الخصايل بالوفا والطيب تعرف والشكاله والفعول اللي تنومس كل قايل تحت راية ابو حسن شيخ العداله ابن جرشة بدون ربعه ما تحايل لو وقف من دونهم يكفي لحاله والنظر فيهم يسوون الهوايل والله مليون نعمه بكل حاله فالرخاء ولا بضربهم بالصقايل قالها اللي تثبت افعاله مقاله ربع عيالك نادي مدور دلايل باختصار اقولها عبر الرساله في رضا ابو ذبن الطم كل عايل واطلب المولى تعالى ثم ساله يبكي الليل وقف يسوى قبايل وعشق لاقي لمن هذا مجاله من غلاها سوق جزلات المثايل اطلب المولى تعالى ثم ساله يبقي الليل وقف يسوى قبايل النسيب اللي ينوم سني مجاله صامل الوقفة تكسب الجمايل فزعة اللي خاب ظنه في عياله ثم صوق مجبر الفعايل ينجلي همه ويبشر لاعتزاله دام وصل العلم شيال الثقايل فزعة اللي منعنا وقته عناله لازمه مقضي وصعباته سهايل وعشق لاقي لمن هذا مجاله من غلاها سوق جزلات المثايل هبته هبة ملك صاحب جلاله وفيه من وصف الشيوخ أهل الفضايل ولبته بالطيب ترقى كل طالع يا لبما هد وافين الخصايل بالوفا والطيب تعرف والشكاله والفعول اللي تنومس كل قايل تحت راية ابو حسن شيخ العداله ابن جرشة بدون ربعه ما تحايل لو وقف من دونهم يكفي لحاله والنظر فيهم يسوون الهوايل والله مليون نعمه بكل حاله فالرخاء ولا بضربهم بالصقايل قالها اللي تثبت افعاله مقاله ربع عيالك نادي مدور دلايل باختصار اقولها عبر الرساله في رضا ابو ذبن الطم كل عايل واطلب المولى تعالى ثم ساله يبكي الليل وقف يسوى قبايل وعشق لاقي لمن هذا مجاله من غلاها سوق جزلات المثايل